أهلا بكم مشاهدينا الكرام من قناة الرشيدة الفضائية، نقدم لكم نشرة الأخبار الرئيسة ونبدأها بأبرز العناوين. في تداعيات لعودة صالح المطلق إلى منصبه، كتلة العراقية الحرة تؤكد أن المطلق انقلب على العراقية. وسقوط 47 شخصا بين شهيد وجريح في قصف بقذائف الهون استهدف سوقا شعبي شرقي بغداد. وتظاهرات مناهضة للنظام تعم مناطق في سوريا تحت اسم جمعة أبطال جامعة حلب، وقوات النظام تقتل أكثر من 9 أشخاص في حماة. ونتنياهو يحذر من أن إيران تسعى لكسب الوقت في محادثاتها مع القوى الكبرى، ومدير الوكالة الذرية يزور طهران الأحد المقبل. أهلا بكم أحبة المشاهدين إلى التفاصيل، ونستهل نشرتنا بأزمة العملية السياسية، حيث قال رئيس كتلة العراقية الحرة النائب قتيبة جبوري أن زعيم كتلة الحوار القيادي في القائمة العراقية صالح المطلق انقلب على قائمته بشأن مشروعها سحب الثقة عن المالكي من خلال عودته لمنصبه، كما سيكون الأقرب فيهم للمالكي. هذا وأضاف الجبوري في تصريح صحفي اليوم الجمعة أن موضوع سحب الثقة عن الحكومة الحالية التي يرأسها نور المالكي ليس بجديد لدى الكتل ولم يتم تطبيقه، وتم استخدام ورقة ضغط سياسية كان أحد ثمارها عودة المطلق لمنصبه، مبينا أن العراقية تشهد انقساما بعد إجماعه على سحب الثقة بسبب عودة المطلق لمنصبه، فضلا عن وجود كتلة الحل الرافضة لهذه الفكرة حسب تعبيره. من جانبها أعلنت القائمة العراقية أن عودة نائب رئيس الوزراء صالح المطلق إلى عمله كانت من ضمن شروط القائمة. مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أشار في تصريح صحفي إلى أن عودة المطلق لا تعني وجود انشقاقات في القائمة العراقية ولا صحة لتلك الأحاديث إطلاقا، مؤكدا أن عودة المطلق ستسهم في حل الخلافات بين الكتل السياسية ومن ثم انتهاء الأزمة الحالية. في سياق متصل، وصف النائب المستقل في التحالف الوطني جواد البزوني حديث نائب رئيس الوزراء صالح المطلق عن مهنية المالكي بأنه يخلو من المصداقية. هذا وقال في تصريح صحفي أن حديث المطلق يخلو من المصداقية، لأن السياسيين بإمكانهم أن يقولوا كل شيء بإرادتهم أو من دون إرادتهم عبر صفقات جانبية من أجل تمرير مشاريع لمصالحهم الخاصة. ووعد البزوني رجوع المطلق إلى منصبه كنائب لرئيس الوزراء صفقة، على الرغم من أنه لم يتأكد من وجود مثل هكذا صفقة حسب تعبيره. يبدو أن أزمة العملية السياسية تمر في منعطف خطر بعد أن بات خيار سحب الثقة عن حكومة المالكي مطروحا، على الرغم من صعوبته في وقت أعلن فيه إقليم كردستان العراق أن التعامل مع المالكي بات مستحيلا. سحب الثقة خيار بدأ يلجأ إليه كل طرف ضد الطرف الآخر في العملية السياسية كأسلوب ضغط أو عدم الثقة في الطرف الآخر، وأصعب الخيارات هو سحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نور المالكي، والذي طرح من قبل ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني في حالة استمرار سياسة التهميش والإقصاء، فضلا عن مهلة كتلة التيار الصدري بتحديد سقف زمني للتحالف الوطني في تنفيذ اتفاقية أربيل ولا سحب الثقة عن الحكومة. القائمة العراقية بالأساس هي متفقة مع الجميع لأجل إنجاح حكومة الشراكة الوطنية، لكن كما ذكرت قبل قليل وفق الأسس التي شكلت بها الحكومة، وبالتالي إذا استمر الأمر وقنع الأخوة في التحالف الكردستاني وأطراف أخرى من التحالف الوطني على عدم تطبيق ما يمكن تطبيقه لإنجاح حكومة الشراكة الوطنية، وأخذ الأخوة في دولة القانون التفرد في القرار سواء الأمني والسياسي، ما الظاهر إلى أن يدفعنا جميعا لسحب الثقة. رد أعضاء عن دولة القانون على خيار سحب الثقة عن الحكومة هو الاحتكام إلى الدستور في ذلك، مبينين أن الدستور لم يحدد ولاية رئيس الوزراء، واصفين مهلة التيار الصدري بأنه أمر عقابي من أجل الإسراع في تنفيذ اتفاقية أربيل. أولا تحديد الولاية هي قضية دستورية، ثانيا من يحدد الولاية الثالثة لرئيس الوزراء هي صناديق الاقتراع.
إذا استطاع رئيس الوزراء أو دولة القانون أن تأتي بأغلبية مقاعد مجلس النواب في الدورة المقبلة، فمن الذي سوف يعني يلغي الولاية الثالثة؟ هنالك مادة دستورية لم تنص على تحديد ولاية رئيس الوزراء، باعتبار أن العراق دولة جمهورية ومن تحدد ولايته هو رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء هو رئيس حكومة يأتي بالاقتراع ويأتي بصناديق الاقتراع. المدة هذه يعني تقريبا شيء عقابي يعتبر، وهذا أعتقد أنا ما أقتنع وما أتفق مع احترامي للسيد سماحة مقتدى الصدر والاجتماع الذي عقد في أربيل. نحن لدينا مشكلات صحيح، لدينا أمور معينة لحد الآن لم تنفذ فيما يخص اتفاقيات أربيل صحيح، هذه كلها تناقش وفق الاجتماع وفق الدستور. نحن إذا كان هناك في الدستور مدة لا بأس، نحن لا نتعارض مع الدستور أبدا ومواد الدستور. ومع تأجيل التحالف الوطني اجتماعه الأخير إلى إشعار آخر الذي كان من المرجح أن يحسم موقفه تجاه العملية السياسية بشكل نهائي، تنتهي مهلة التيار الصدري للتحالف الوطني لتنفيذ اتفاقية أربيل في 17 من هذا الشهر، في وقت أعلن فيه إقليم كردستان أن التعامل مع رئيس الوزراء نور المالكي بات مستحيل. مروى عمر، قناة رشيد. إلى ذلك أكدت النائبة عن التحالف الوطني سميرة الموسوي أن معارضي رئيس الوزراء نور المالكي لا يحملون أي برنامج لبناء الدولة العراقية، داعيا إياهم إلى إدراك خطورة عواقب سحب الثقة عنه. وقالت الموسوي في تصريح صحفي اليوم الجمعة أن مسألة سحب الثقة عن الحكومة الحالية ليس فيها رؤية للمصلحة الوطنية. طبعا، وشددت على أن ائتلاف دولة القانون غير قلق من سحب الثقة، مبينة أن حكومة المالكي قدمت الكثير من الإنجازات الواضحة، خاصة في المجال الأمني والقطاع النفطي وخروج القوات الأمريكية. من جهة أخرى، بحث رئيس الجمهورية جلال الطلباني مع الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري الأفكار والمقترحات التي قدمت خلال الاجتماعات واللقاءات الجارية من أجل بلورة مشروع وطني يتفق عليه الجميع. وذكر بيان رئاسة الجمهورية أن العامري ثمن الدور الوطني الذي يؤديه الرئيس الطلباني والسعي إلى لم شمل العراقيين وتقريب وجهات النظر لإيجاد حل جذري لكل ما يعيق سير العملية السياسية في البلاد. وفي سياق متصل، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قرب عقد اجتماع لقادة الكتل السياسية في العراق. وجاء إعلان الصدر في معرض رده على سؤال لأحد أتباعه بشأن الخطوات التي سيتخذها عقب انتهاء مهلة 15 يوما التي منحت لرئيس الوزراء نور المالكي بهدف تطبيق مقررات مؤتمر أربيل، حيث أشار الصدر إلى أن الاجتماع المقبل سيشهد وضع اللمسات الأخيرة نحو تحقيق المشروع الوطني الوحدوي الديمقراطي. ومع انتهاء مهلة 15 يوما التي حددت للمالك للرد على توصيات